يا صباح الخير على كل جمهور برنامج بداية. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاريخ 1 يناير 2021، أول يوم في السنة، وأنا مبسوط جدا وفرحان إن أنا بقابل حضراتكم في أول يوم في السنة. كل سنة ومصر كلها، مسلمين ومسيحيين وكل الأديان، بخير وسلام. سنة سعيدة عليكم يا رب. امبارح كان ليلة راس السنة 31/12/2020. كنت قاعد مع ابني عايز يسهر. انا ليا ابني في سن الشباب. ابني عايز يسهر بره، فقال لي يا بابا مش هسهر، ولكن انا هقعد معاك اتكلم معاك شويه. انا كنت محضر الحلقه النهارده لموضوع تاني خالص، ولكن المناقشه امبارح مع ابني آه، خلتني اغير موضوع الحلقه. قال لي يا بابا تنصحني بايه في 2021؟ قلت يا بابا مش هنصحك انت لوحدك، انا هنصح الجيل بتاعك كله. قلت ايه بقى في النصيحه دي؟ خليها موضوع حلقة النهاردة كمان، نصيحة 2021. قلت له يا بابا الدنيا مش بتستنى حد، الدنيا ما بتستناش حد على الإطلاق. لو أنت عايز تعيش مشاعر معينة عيشها في نفس الموقف. اوعى تستنى إن الحياة تديك فرصة تانية في نفس الموقف، بنفس الظرف، بنفس الأحداث، إنك تعيش التجربة تاني. مش هيحصل، مش مضمون. الدنيا ممكن تغير مواقفها من لحظة والتانية. عشان كده بقول لك عيش الموقف كما يجب أن يكون. خلص كل مشاعرك في الموقف ده. طب ايه النصيحة التانية؟ عايز تحب، حب من قلبك، وادي الحب أقصى درجات المشاعر، وطعن واخسر حبك ده عادي جدا، علشان تتعلم ازاي بعد كده في موقف جديد او في حب جديد انك تعيش الموقف باسلوب صح. وصاحب كل الناس، وخليهم صحاب عمرك، وخليهم يغدروا بيك عادي جدا، عشان تتعلم وعشان تعرف ازاي تختار اصحابك فيما بعد. وعايز تبكي، ابكي، عيط. البكاء مش محصور على السيدات بس ولا على الاطفال. البكاء بيخليك تغسل نفسك من جوه، بيدلك على الطريق الصح. ان البكاء ده بيجي يا اما من فرح يا اما من حزن، والاتنين بيعلموا. بوس ايدك وش وظهر كل يوم الصبح انك صاحي بصحة كويسة ومتعافي. بر ابوك وامك على قد ما تقدر لو هم على قيد الحياة. لو هم متوفيين كتر من عمل الخير باسمهم وترحم عليهم. عيش حياتك زي ما انت عايز تعيش، في اطار الصح، في اطار الشرعية. ما تأذيش حد عشان محدش يأذيك. اوعى تبص في حاجة او لحاجة هي مش في ايديك. واسعى، واسعى، واقولها تالت، اسعى كتير قوي، عشان دي وظيفتك في الدنيا. والتوفيق او عدم التوفيق من عند المولى عز وجل. جرب واخسر التجربة او اكسبها، عشان تتعلم من المكسب ازاي حصل، وعشان تتعلم كمان من التجربة ليه خسرت او ليه خسرت في التجربة دي. خلي بالك، خلي بالك من بنات الناس. اوعى تقول كلمة بحبك لواحدة وتغدر بيها، عشان الحب مسؤولية. انا بقول الكلام ده مش بقوله لابني بس، انا بقوله لكل الجيل ده. قبل ما انسى، واتعلم، اتعلم. افضل طول حياتك تتعلم.
عشان تنضج، عشان تبقى قوي. ولو لما تنضج وتبقى قوي اتعلم تاني، خليك طماع في التعليم. اتعلم في اي حاجه، اتعلم في الحياه وتعلم في العلم نفسه. اوعى تكون بخيل في العلم، في التعليم. انا الوقت معاكم جري بسرعه، ولكن مستمتع جدا بالكلام معاكم، وبعيد تهنئتي لكل جموع الشعب المصري وكل الامه العربيه. كل سنه واحنا طيبين، ومصر دايما في تقدم وازدهار. كنت معاكم حاتم النجار.